طبعا كل الناس شايفه من 8 ايام الدنيا مقلوبه على محمد محسوب خط الصعيدي اللي قاعد يضرب نار على الداخليه لمده 3 ايام، ضرب عليهم نار باكتر من 20 مليون جنيه. وطبعا في ناس على السوشيال ميديا متعاطفه مع محمد محسوب، وناس بتحبه وناس بتكرهه وناس بتقول المفروض الداخليه ما كانتش صفته من اصلا، كانت قبضت عليه بس، وكلام كتير بتسمعوه على السوشيال ميديا. بس انا جاي اوضح لك الحقيقه كلها واقول لك الشخص ده اساسه ايه والمفروض كان يتعمل فيه ايه. يا عم المصري انت وهو صلى على النبي واكتب تحيا مصر وتحيا السيسي وتسلم ايدين الداخليه والجيش وشعب مصر جميعا. كل الناس اللي متعاطفه مع محمد محسوب انا مش بنتقده، ده واحد متوفي ما تجوزلوش الا الرحمه. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، محمد محسوب كان بيتعامل مع الداخليه بطريقه ناس محترفه بضرب النار، يعني المعدات الجرانوف والحاجات الثقيله اللي كانت معاه، لدرجه ان كانت ايام انا شفت الحاجات دي قبل كده في فيلم الجزيره، لكن لما اشوفه في الواقع دلوقتي يبقى محمد محسوب غير كده. يا جماعه مطلعين كميه كبيره قوي من الشاب ومخدر الاثرياء اللي خلى شباب مصر اتدمرت من عنده. يعني الراجل ده بيقولوا بيتاجر في المخدرات اصلا، وده مش كلامي ولا كلامك ولا كلام اللي بيسمعني دلوقتي، لا ده كلام الداخليه اللي منزلاه ومصرحه بيه. وفي النهايه خش ده عن بلدك على الاغنيه دي مهرجان اجهزوا لي عشان هتدور حرب، هتدور حرب يا جماعه. المهرجان عفروتو منزله ابن الفيوم، علاء عفروتو ابن الفيوم هو اللي عامله، هو الوحيد في الفنانين اللي غنوا للرئيس وللبلد وللجيش. كل الناس تحط صور الرئيس وتدعم البلد وتقول تسلم الايادي. اجهزوا لي عشان هتدور حرب، جاي ادور في كله الضرب، لسه يا ابني ما جاش لا على الارض اللي في يوم يعكر لي مزاجي. اخوك حمله ملجم الكلاب ما جاش مره وعدى للي خاب، يلا اكشن دور الحساب، هي خالصه انا هبت مني كلها جامده وكرفه على الحلال، ان قلبها قوي لو مات اوعى تنسى انا لسه على الثبات، رغبوني بزينه الشباب، عفرتني زين كله يعتزين، ايوه انا جامد ايوه انا فخير، ده يا بطل بطل هطل، ايوه انا حمله عليك وانا خطر.